معديات بورسعيد دي خلود النيل اللي كانت معدية فرنساوي، ويبقى كده احنا خلصنا تاريخ المعدات الفرنساوي اللي مبقاش منها غير مجرد صور. تقول لنا على الجمال والرقي اللي كان في معدية بورسعيد. يقال إن في معدية بروبلم موجودة في ترسانة بروفات، هنبحث الأمر وأقول لكم بعد كده. المعديات لما تطورت، المعدية الخضراء المفتوحة دي اللي كان بيركب فيها عربيات الكارو، أنا فاكرة إن كان بيبقى حمولة تقيلة جدا على الحمار لدرجة إنه غالبا كان بيشعبط في الهواء سواء حمار أو حصان، وكان بيصعب علينا، وكانت بتبقى مساكت عشان ينزلوا الحمار من الهواء يعني. المعديات الواسعة دي طبعا الشمس كانت بتبقى رهيبة، خاصة في الصيف، وفي الشتاء كان الشتاء بيعرقنا. المعدية بريد الزرقاء دي كانت معقولة شوية، الخضرا كانت التوازن بتاعها مبقاش مظبوط في المد والجزر، وخاصة في الشتاء كنا بنتمرجح يعني راكبين في ملاهي بصراحة. لا دي معقولة. الخطوة التانية اللي كانت صعبة أوي كانت أنا جبت لكم تاريخ المعديات وذكرياتي مع المعديات، ولغاية هنا يبقى خلص الكلام. سلام.